بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة أغنية تحت الشجر يا وهيبة لمحمد رشدي. بصراحة الأبنودي عبقري، لا ذرة شك في هذا. كيف أتى هذا العبقري من صعيد مصر، من طين مصر، من ماء نيل مصر، كي يعبر بهذه العامية العجيبة المحيرة الفريدة؟ لا يقول الشجر، نحن في مصر نقول في مناطق فنقول الشجر أو الشمس، هيقولوا الشمس طلعت، لا يقول الشمس لأن الشين ثقيل عن النطق. تحت الشجر يا وهيبة، من هي وهيبة؟ هي مصر، وده طبيعي. يا ما كلنا برتقان. لنا صديق عزيز كان يقول ايه الشغلانه دي، عشان كل برتقانه فضحها، قال له ياما كلنا. لا، ده المعنى اعمق من هذا. ياما بمعنى الكثره، كلنا برتقان. هو يقصد مصر. تحت الشجر يا وهيبة، يا من تهبي خيرك الآخرين، يا ما أكلنا برتقان، أي أكلنا من خيرك. البرتقال والبرتقان. تحت الشجر يا وهيبة. انظر كلمة وهيبة، هذه كلمة خرافية. الهبة الإلهية divine gift. تحت الشجر يا وهيبة، يا ما أكلنا برتقان. كحلة، أرجو الانتباه سادة، كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان، لم يدخل في العين على البر. كحلة العين جرحة أي لم تقتل، أي أن نزيف الحب ينهمر. جرح قلوب، قلوب مين؟ الجدعان، الجدع، الفارس الشعبي. أنا أتعجب كيف أتى هذا، يعني يحيرك من أين أتى بهذا. واضح مخزون حضاري ومخزون قراءات وأحاسيس ومشاعر، ضفيرة إبداعية. تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان، كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. الليل بينعس على البيوت وعلى الحيطان. الليل بينعس، شوف حرف السين، الساحر جميل. الليل والبدر يهمس للسنابل والعيدان. ما هذا الرجل؟ النبات والسماء والليل والسناء، وحدة لونية عجيبة للغاية. والليل بينعس على البيوت وعلى الحيطان، والبدر يهمس للسنابل والعيدان. ينعس، يهمس، سنابل، حرف السين الرائع. يا عيونك النايمين ومش سائلين، وعيون ولاد كل البلد صاحيين. تحت الشجر واقفة بتتعاجب. المتعاجب الذي يشعر لديه أكثر مما لدى الآخرين. دي برتقانة ولا ده قلبي؟ انظر إلى المعنى العجيب. قلبي فرح، قلبي طرح، نور فرح. بصراحة أنا أتعجب من هذه المقاطع الصغيرة العجيبة التي تشعر أنها فجائية الإبداع، وكأن الإبداع يرغم قلمه على أن يكتب. قلبي طرح، نور فرح، قلبي طرح. انظر إن هذا القلب كان عامرا بالأشياء الجميلة، طرحت، يقول طرح كذا، نور فرح. انظر تناغم طرح وفرح نور فرح. لما رأيت رمشك سرح. ماذا أقول؟ في البداية يقول كحلة العين، ويتحدث عن يتغزل في كحلة العين، كأنه ضمنيا يقول أنا على البر مفتون. لم يدخل بقى إن العيون التي في طرفها حول، لا، ولا عيون المهلة، ده في كحلة العين. فما بالك بأعمق من هذا، كأنه يقول سكرت بخمر قطرة من حب مصر، فما بالك لو ارتويت بماء النيل. شيء رهيب. قلبي طرح، نور فرح.
لماذا حدث هذا؟ لما رأيت رمشك سرح. ماذا أقول؟ قدم النتيجة على سبب الحدوث. قلبي طرح، نور فرح. السؤال لماذا؟ لكل ده يعني لما رأيت رمشك سرح. الرمش أصغر شيء من الحبيب. رمش عينه اللي جرحني رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت فاضي وقلبي خالي، كنت خالي وقلبي خالي. السهر مع رمش ومحرم فؤاد يقول والطبيب شافني بكى. الطبيب الذي رأى الأهوال والمشاكل كل هذا بسبب رمش. وأغنية تاني رمش الغزاليانة ميل وسهانة لقنديل، بمعنى لا تستهتر بالصغير هذا فإنه يشعل نيران الحب. يا عيقة يلي يا نجمة الصبحية. أنا أتعجب من كلمة نجمة الصبحية. هو يريد أن يقول لك أن مصر موجودة في كل هذه اللوحة. هو يقدم لك لوحة متناثرة، فمصر موجودة في كل. يا نجمة الصبحية. أنا أتعجب. نجمة الليل، يا نجمة الصبحية، نهاية الليل وبداية بزوغ الفجر. كيف التقط هذا الفنان المبدع هذه اللوحة المفككة باضطرابها الجميل كي تتجمع في بوتقة حب الوطن. خلخال برنة يرقص الجلابية. ماذا أقول؟ خلخال. كلمة خلخال لوحدها فيها موسيقى رغم من حرف الخاء حرف ثقيل في النطق. خلخال برنة، مش أي خلخال. خلخال برنة أي رسالة إن الجمال يتحرك، يرقص الجلابية. أنا صراحة هذا شغلانة تشعر إنه ينبكس مرة واحدة. ما هذا الطوفان الغامر تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان. كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. مش أي شخص، الجدع الفارس الشعبي الذي إذا نادته وهيبة هرع إليها ملبيا النداء. والكل الأغنية لا يوجد فيها كلمة مصر بالمرة، ولكن من خلال سياق الكلام واضح أنها ليست شخصية اسمها وهيبة وإنما مصر. الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان، والبدر يهمس للسنابل والعيدان. كلها صور من الطبيعة من مصر. يا عيونك النايمين ومش سائلين، وعيون ولاد الكل البلد صاحيين، تحت الشجر واقفة بتتعجبي. دي برتقانة دي ولا قلبي؟ قلبي من أجمل المقاطع هذا كان قلبي طرح. شوف بمعنى فجائية أن القلب امتلأ بالحب فطرح. يقول لك الأرض طرحت الغلة، أي أنها أنجبت ثمارها. قلبي طرح، نور فرح. أنا بصراحة أتعجب من هذه القدرة على موسيقى الحروف الداخلية. هذا كلام تشعر طبعا. فإذا كان محمد رشدي الصوت الرائع العجيب والذي لم يقلد أحدا، والأبنودي العبقري، وبليغ حمدي شغلانة ابن سوهاج بلد المواويل. قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح. سرح هذه كلمة ليست سهلة. سرح، وانظر إلى تلاعب بالحروف الحاء قلبي طرح نور. ما قالكش ونور فرح، وإنما تتابعت العبارات القصيرة لدليل على شلالات الجمال والانبهار، إنه لا يصدق ما يشاهده. قلبي طرح نور فرح. أنا صراحة أتعجب من هذا الكلام. هذا منذ سنوات عديدة لما رأيت رمشك سرح. كلام رائع. كان من قبل يتكلم عن كحلة العين، كحلة عينيك يا وهيبة، فهو يتقدم بحذر لأنه يكاد أن يغلق أمام هذا الجمال
الذي اسمه مصر التي لا، والإخفاء قمة الوضوح. والنفاري الصوفي الشهير صاحب المقامات والمقامات وحققها أرثر أربي المستشرق البريطاني الشهير، يقول كلما ضاقت العبارة اتسعت الرؤية. فهو يقول لك يا عاي أينتي يا نجمة الصبحية خلخال برنة يرقص الجلبية. مصر في كافة أحوالها أرضا طيبة تطرح الخيرات، ليل فيها بدر عيون شجر. أنت أمام لوحة لأول وهلة تتصور أنها مفككة، لكن أمام اندفاع هذه المشاعر أنا في تقدير أنه كتب هذا الكلام في بيئة زراعية وفي وقت جميل رائع وفي لحظة إلهام إبداعية جميلة، وكتبها بهذا الاندفاع الشعوري الكامل، لأنك عندما تحللها تجد أنها مفككة لأنها صور متناثرة، لكنها تجتمع في كلمة وهيبة. هذه نقطة ما رأينا من يتحدث بيذكر اسم المحبوبة بقى إطلاق، هذا أمر غير وارد، لكن عندما يقول وهيبة فكأنه جمع أنها هبة الله وهي هبة من نفسها لأبنائها. كان ممكن يقول أي اسم آخر إذا كان يتحدث عن شخص، لكن واضح عن مصر. تحت الشجر يا وهيبة، ويحدثها. انظر، يعني هو يكلمها تحت الشجر يا وهيبة يا ما كلنا برتقال، كل خيراتنا من ترابك يا مصر. كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. هذا الكلام. وكان يقول من يعشق مصر من شيء واحد، فارس شعبي، نايت، شيفاليه، كافاليرو، فارس. وفي مصر الجدع فلان ده جدع، ويقالون رادع من بز أمه، هذا تعبير شعبي رائع جدا. فلان ده راجل جدع رادع من بز أمه، هو يقصد طبعا إنه شهم يعيد الحقوق لأصحابها. الليل بينعس على البيوت وعلى الحيطان، البدر يهمس والبدر يهمس. هنا الواو إضافة لتكملة اللوحة الجميلة. الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان، والليل بيهمس للسنابل والعيدان. انظر إلى هذه الألوان العجيبة من بيئة زراعية من أرض مصر الطيبة، نوهب الأرض، أرض مصر. يا عيونك النايمين ومش سائلين، وعيون ولاد كل البلد صاحيين، ما أكثر عشاقك يا مصر. تحت الشجر واقفة بتتعجب من حقها، يعني يقول لك متعاجب متعايق ومتعاجب ليه؟ يشعر بالتفرد. من قدك دي برتقالة، دي برتقانة ولا ده قلبي؟ كلام عجيب جدا. في حالة اضطراب وتحديد الهوية، ما هذا الذي يحدث؟ ونأتي إلى المقطع الذي يبين لك الافتتان بالوطن بهذه التي نسميها وهيبة. قلبي طرح، نور فرح. كان ممكن يكون المعنى لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح، لا يكون فيها أي إبداع، وإنما يقول أنا في حالة ذهول، مش قادر لما حصل كذا. يبقى المعنى أكثر عمقا، وفيه الفجائية وفيه الاندهاش، وكأنه يندهش من نفسه أنه وقع في حب هذه التي اسمها وهيبة. قلبي طرح، نور فرح. انظر إلى الموسيقى العجيبة. لما رأيت رمشك سرح، أنا أتعجب من طرح فرح ما هذا؟ مخزون في داخله، ويخرجه بطريقة عجيبة. يرسم لك لوحة يريد أن يضع كل مصر في أغنية واحدة. ورشدي وما أدراك ما رشدي شغلانة. ذات مرة قال في أحد البرامج التلفزيونية أنني أتمنى أن يؤمم بليغ حمدي والأبنودي كثروة قومية، أنهم يكتبان هذه العبارات الجميلة. يا عاي أينتي يا نجمة الصبحية. أنا بتعجب من نجمة الليل ماشي،
نجمة الصبحية أنا أتصور أن هي الفجر، نهاية الليل وبداية الفجر. انظر إلى توقيت اللقطة التي يكتب فيها. أنا بصراحة أنا قبل هذا عملت على قناة، لكن بعد عدة سنوات أرى أن الأمور أكثر انتعاشا وأكثر بهجة. أنا أتحدث عن مسافة أكتوبر، أقصد هذا. خلخال برنة يرقص الجلابية. يرى مصر فتاة جميلة ساحرة رائعة تهب كل شيء جميل لعشاقها. الجدعان، الجدع الذي إذا نادته مصر يهرع عليه. خلخال برنة يرقص الجلابية. أنا بتعجب من هذه القدرة التصويرية العجيبة. يعني رغم أنه يكتب بالعامية يذكرني بشوقي. طبعا تقول يا تاني رجع بالأمس واليوم والغدا شوقي. قف بتلك القصور في اليم غرقا ممسكا بعضها من الذعر بعض، ونادي بيد من خلال الموج مدت لغريق. ما هذا التصوير الرائع بشكل غير عادي. ففعلا تحت الشجر، والشجر أجمل من الشجر. ما ينفعش تتقال شجر، قول تحت الشجرة وهيبة يا مكان إيه، ما روح كلك 2 كيلو خلاص. كما قال صديق قال لي يا أخي مش معقولة انهي البرتقال. قلت لا، ده مش المعنى الحسي إطلاقا. هو حدد برتقال بلدي ولا بسرعة ولا سكر، لا، دي رمز للطبيعة الفاكهة التي تقدم الإنسان ثمرات الأرض الطيبة. وبعد البرتقال معناه الازدهار وربيع الطبيعة وفتنة الطبيعة. فانظر إلى الشجر، البرتقال، الليل، السنابل، العيدان، نجمة الصبحية، ده تعبير فريد. خلخال، الخلخال الذي يوضع في ساق الفتاة والمرأة. خلخال برنة يرقص الجلابية، مش خلخال عادي، ده هذا الخلخال دليل على الفتنة والجمال والسحر والأنوثة المتدفقة. بصراحة يعني عزب شو هذا كان يقلد الأبنودي بطريقة ساخرة، يقول أنه جاء من طين مصر. أبنودي له طريقة تعبير، ورغم المدينة لم تتغير لهجته. والأبنودي في إحدى كتاباته الأدبية قال أنا ما معنى السجن، وطبعا كان يسيرين والسجن في عهد عبد الناصر. قال لما شفت اللي بعد عبد الناصر عرفت قيمة عبد الناصر. شوف المعنى، يعني هذا الشيء. فبصراحة أنا أتعجب من هذه القدرة، ومصر لا يذكرها بالاسم. البعض قد يقول طب ما كان يذكرها ونخلص ويبقى الأمور. لا، المباشرة. مثال آخر، القلب يعشق كل جميل. لبيراميد التونسي ما رويته لا يذكر لفظ الجلالة بتصريح بالمرة، لأنه لا يحتاج أن يذكر لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة موجود في كل الكائنات. القلب يعشق كل جميل، وياما شفت جمال يا عيني، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم. شيء رائع. ولما تجلى لي بالدمع ناديته. فالإخفاء قمة الحضور والوجود. ورؤية الله بالقلب، رأيت ربي بعين قلبي فقلت أنت لا شك أنت. شايف إزاي؟ فعدم ذكر مصر هنا دليل على وجودها، وأنه لا يحتاج أن يصرح باسم الحبيبة، وإنما يقول وهيبة ويقصد مصر. ما رأينا عاشقا يتحدث باسم محبوبته. الإخفاء سيبك من أمر على ديار ليلى، ده شغلانة لوحده. وكبر ذات جدارة وذات جدارة وما حب الديار شغفنا قلبي لك الحب. فالأبنودي تحت الشجر يا وتشعر أن كلماته فيها نوع من الهمس، وأن يتكلم عن مشاعر عديدة. تشعر بأنك أمام دوامة من المشاعر المضطربة،
وكأن الإنسان يريد أن يتكلم في أمور كثيرة. يعني شوقي يقول: وتوقفت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. فكأن مع التوقف هذا قال كاتب هذه الأغنية كل المشاعر مرة واحدة ببراعة غريبة بصور مفككة، لكن عندما تتجمع اتضح أنها مصر، الطبيعة، الأرض البكر التي هي نتاج وهيبة مصر. بصراحة شغلانة كبيرة جدا. تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان ياما، أي أن خيرك غامر عامر ياما مصر. والفلان ده ياما، الكسرة في مصر نقول العدد في الليمون ده موجودة، وياما بينه ياما، أنت جد ده أنت اتأخرت ياما، بمعنى إيه؟ كثيرا. كحلة عينيك يا وهيبة جرح، تعبير رائع. كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. فهي فاتنة وساحرة والكل يسعى إلى رضاها، ومش أي شخص، الجدع فارس الشعبي اللي رادع من بز أمه بالتعبير الشعبي الجميل. وثم يرسم اللوحة، الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان والبدر يهمس للسنابل والعدب. أنا واثق إن وقت كتابة هذه الأغنية كان في آخر الليل وقرب الفجر، لأني أقول لك هي أيامتي نجمة الصبحية. كيف نجمة الصبحية؟ ده أكيد في عندما ينبجس الفجر، وهذا معناه الأمل، الأمل والحب وانزياح ليل يجهد. ففعلا يا عيونك النايمين ومش سائلين وعيون ولاد كل البلد صحيح. انظر الثقة بالنفس والجمال، لا أحد مثلك، يونيك، أنت متفردة. تحت الشجر واقفة بتتعجبي، دي برتقالة ولا قلبي؟ من أجمل المقاطع التي تظهر فيها براعة الكاتب. قلبي طرح نور فرح. ليه يا عم حصل الكلام ده؟ وانت عملت فرع السد العالي والكهرباء؟ لما رأيت رمشك سرح. في البداية يتحدث عن كحلة العين، الآن عندما رأى رمشها سرح حصل كل قلبي طرح نور فرح. حكاية إيه يعني؟ ناقص يقول زغرت نظام يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. فمعاني رائعة، والمعاني غير مباشرة، يعني تشعر فيها استتار وجمال وافتتان. فالكاتب مفتون بهذه الوهيبة التي لم يصرح باسمها، فكان عدم التصريح أكبر إعلان لها بدليل اختياره اسم وهيبة. شكرا جزيلا.